المطران موسى الحج، الكلية المختار، المشايخ الأفاضل، الرجال والقرون، سعادة رئيس البلدية السيد أمين لو المحترم أبو علي، القائم بالأعمال، نواب وأعضاء المجلس البلدي المحترمين، الحضور الكريم مع حفظ الأقدار الجميع. جينا اليوم بمعية إخواننا من الشيوخ والشباب لتقديم التهاني والتبريكات بحلول عيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام الذي تجسد من أجلنا جميعا، وتقديمة الميلاد المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، تعطينا الدليل والاتجاه إلى طريق الصواب بكل ما في الكلمة من معنى. فالإيمان بالله والصلوات لله والمجد لله هو المبدأ والأساس الذي أمرنا به جميعا، فالله خلقنا لنعبده عن طريق الصلاة وعمل الخير ومحبة بعضنا البعض، لنكون متآخين متسامحين. إن الرسل والرسالات جميعها بمثابة سلسلة مرتبطة بعضها ببعض ومعلقة بالله عز وجل لهداية البشر. وليس أيها الإخوة صدفة أن يتزامن عيد الميلاد السيد المسيح عليه السلام مع ذكرى المولد النبوي الشريف، فالله عز وجل لو أراد لخلقنا أمة واحدة، وله حكمته أن خلقنا شعوبا وقبائل لتعارف، حيث بعث الله خطيب الأنبياء سيدنا شعيب عليه أفضل الصلوات برسالة تتسم بالصدق والإمانة، التسامح والمحبة، الوفاء ومساعدة الغير، إيفاء الكيل والميزان، إعطاء كل ذي حق حقه، النظام، العدل والمساواة بين البشر. ثم بعث سيدنا موسى عليه السلام، وكل رسالة لم تأتي لتهدم بل لتكمل وتبين، كما قال السيد المسيح عليه السلام في إنجيل متى الإصحاح الخامس: لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. وهكذا كان مجيء خاتم النبيين محمد الأمين عليه أتم الصلاة والتسليم بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه يعني شهيدا على كل كتاب مكتوب. أيها الإخوة، لا شك أن هذه الاحتفالات الجماعية والتواصل والتآخي بين أبناء هذا البلد الحبيب والعادات الطيبة التي ورثناها عن الآباء والأجداد يجب على كل منا العمل لترسيخها في كل بيت يتناقله جيلا بعد جيل إلى أبد الآبدين، كي يبقى شرع أمره منارة يقتدى بها. مرة أخرى أتقدم بالتهاني والتبريكات إلى جميع المحتفلين بالأعياد، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام وقد حل السلام الشامل الحقيقي في شرقنا وفي العالم أجمع، وكل عام والجميع بخير. السلام عليكم.